هنعمل مع بعض النهارده وصفه حلوه جدا جدا هتعجبكم. عايزه اقول لكم بتيجي في صينيه الحلويات. هي بسبوسه بالقشطه. طريقتها سهله جدا ان شاء الله تعجبكم. اول حاجه هنبدا نعمل الشربات. كوبايه من السكر، كوبايتين من السكر، كوبايه ونص من الميه، وهنا هضيف معلقه جلوكوز، عسل جلوكوز، وممكن نستغنى عنها، ونص ليمونه. نيجي هنا بقى للحشوه. لتر من الحليب، عليهم كوبايه من دقيق السميد، عليهم نص كوبايه من السكر، وزي ما شايفين خدتهم على النار. وبعد كده هاخدهم في طبق واسع كده واسيبهم يبردوا واغطيهم كده عشان ما يعملوش وش، وهسيبهم يبردوا. نيجي بقى للخليط. هيبقى عندنا كوبايتين من دقيق السميد، طبعا هنستعمل الكوبايه في كل المقادير، وكوبايه ونص من الدقيق، يعني كوبايتين سميد وكوبايه ونص من الدقيق، ونص كوبايه من السكر، ومعلقه خميره، ومعلقه بيكنج باودر، وهنا نص كوبايه من السمنه البلدي، وطبعا الافضل تبقى سمنه بلدي او سمنه كويسه. هنبدا بقى ان احنا نفركها كده مع بعض ونبسها كويس جدا. وهنبدا هنا نضيف لها نص كوبايه من الحليب، ولو احتاجت هنضيف لها كمان، طبعا احتاجت اديت لها كمان ربع كوبايه، يبقى احنا خدنا هنا في الخليط كوبايه الا ربع. هنبدا بقى نقسمهم كده لكورتين. عايزه اقول لكم ان العجينه طريه جدا زي ما انتم شايفين. هجيب بقى كيس افرد عليه اول قطعه الاول، وطبعا ده المقطع ده راح بسرعه. هنيجي هنا نفرد اللي هنفردها تحت في الارضيه زي ما انتم شايفين اهو، تتفرد بكل سهوله. وعمل لها كده حوافي من فوق كده او جناب كده. طبعا هنزل بقى بالكريمه. عايزه اقول لكم ان هي لازم تكون بارده، لان هي كانت سخنه معايا لسه، كان المفروض ان انا اخليها بارده خالص. وبعد كده هنزل بقى بالجزء التاني زي ما انتم شايفين. انا كنت فرداه على كيس، طبعا اكيد الفكره وصلت لكم. هبدا بقى ان انا اقفلها كده من الجناب، وطبعا هكون مشغله الفرن على درجه حراره 180، وهحطها في الرف الاوسط، او هنحطها تحت شويه وبعدين نطلعها فوق شويه، يعني على حسب الفرن بتاعنا. زي ما انتم شايفين كده بقطعها قبل ما تدخل. عايزه اقول لكم ان لازم الحشوه تبقى ما شاء الله مليانه كده وكبيره. خلاص كده انا قطعتها. هبدا اجيب فرشه كده وادهن بالسيرب اللي انا عملته. طبعا اول ما بتاخد لون بوقف بقى وببدا بطفي عليها وبطلعها من الفرن. الشربات بيكون ساقع وهي سخنه، وابدا ان انا اسقي الخليط زي ما انتم شايفين كده، ومش هقطعها غير لما تبرد. طبعا هي بعد ما كانت بردت حوالي بساعتين 3 هبدا بقى ان انا اقطعها كده زي ما انتم شايفين اهو. عايزه اقول لكم شايفين الكريمه قد ايه. عايزه اقول لكم تحفه تحفه جدا ان شاء الله هتعجبكم. جربوا الوصفه دي. مش هنحتاج ان احنا نشتريها من بره تاني. يا رب. لو محتاجين اي وصفه تانية يا ريت تقولوا لنا في الكومنتات، ويا ريت لو هي عجبتكم او لو بتعملوها بطريقه تانية يا ريت تكتبوا لنا في الكومنتات.